Monday. Everybody down on the ground! More than what? Shot at? Taken hostage? And it's full of bad guys. اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد ملخصاتنا، ويلا بينا على الفيلم. حكاية فيلمنا بتبدأ مع جاي ده بيكون شخصية موجودة في قلب لعبة، مش شخص حقيقي. بيصحى جاي من النوم وبيلبس اللبس اللي بيلبسه كل يوم، وبيطلع بعد كده وبياخد قهوته اللي بياخدها برضه كل يوم، وبيقابل صاحبه وبيكونوا شغالين في بنك. ومهما كانت السرقات اللي بتحصل في المدينة محدش ليه دعوة بيها، وبيروحوا بعد كده للبنك وبيكون مبسوط جدا بحياته دي. وبيفضل بعد كده يتكلم مع صاحبه وبيقول له انه عايز زوجة له علشان حياته تكمل في سعادة. بس اثناء ما هما بيتكلموا بتهجم حرامية على البنك علشان يسرقوه، بس هما متعودين على كده وبينزلوا تحت المكتب وبيفضلوا برضه يتكلموا في حياتهم وفي اللي عايزين يعملوه. وبيفضل جاي يحكي عن فتاة احلامه، ولما بيخرجوا من الشغل بيشوف البنت اللي بيحلم بيها وبيكون مبهور بيها جدا، فبيحاول يكلمها لكنها بتستغرب انه شخصية في لعبة بيكلمها لانها عارفة روتين اليوم ومش متعودة على كده. فبيقول له صاحبه مالكش دعوة باصحاب النضارات لانه دول اللي مسموح لهم يعملوا اي حاجة في المدينة من غير عقاب. بس جاي ما بيسمعلوش والبنت بتعجبه جدا وبيفضل ماشي وراها في قلب المدينة، وقبل ما يقرب لها بيجي فجأة قطر وبيخبطه وبيموته. فبتحس البنت انه في حاجة غريبة في اللعبة، وبترجع بعد كده للعالم الحقيقي. والبنت دي وصاحبها كان عندهم لعبة زمان، وصاحب اللعبة دي سرقها وغير شكلها وخلاها بالشكل ده، وهي عايزة تدخل اللعبة علشان تفضحها وترجع حقها من تاني. وبتدخل اللعبة فعلا علشان تلاقي فيها اي دليل على اللعبة بتاعتهم. وتاني يوم بيصحى جاي من النوم من تاني، بس المرة دي ما بيمشيش على الروتين بتاعه وبيفضل يستكشف حاجات كتير في بيته. حتى لما بيطلع بره بيته بيروح يطلب كابتشينو بدل القهوة، فبيستغربوا منه الناس اللي موجودين لانهم مش متعودين منه على كده. فبيقلق جاي وبياخد القهوة من تاني وبيروح بعد كده للبنك وما بيكونش مبسوط في حياته. بس اثناء ده بيهجموا عليهم تاني الناس اللي بيسرقوا البنك، وهم على الارض بيشوفوا البنت من تاني. فبيقوم وبيروح للشخص ده وبيحاول ياخد النضارة بتاعته وبيضربه بالنار وبياخدها فعلا. واول ما بيلبسها بيبدأ يشوف اللعبة على شكلها الحقيقي وبيكون مستغرب جدا من ده، وبيشوف قدامه شنطة اسعافات. واول ما بيلمسها الجروح بتتعافى من تاني وبيرجع في كامل نشاطه. ولما بياخد الفلوس اللي قدامه بتضاف لحسابه البنكي فبيفرح جدا وبيروح يشتري الكوتشي اللي كان نفسه فيه. وبعدها بنشوف في العالم الحقيقي كيس، وده اللي بيكون مبرمج اللعبة دي اصلا، وبيفضل مستغرب من تصرفات جاي لانه بيكسر قواعد اللعبة وبيتصرف براحته. وبيقرر يدخل بعد كده اللعبة هو وصاحبه علشان يوقفوه، وبيفضلوا يسألوه انت مين وبتتصرف كده ازاي؟ انت مجرد شخصية احنا اللي برمجناها. لكنه مش فاهم اي حاجة وفاكر انه شخص حقيقي، فبيحاولوا يقتلوه لكنه بيهرب منهم وبيفضلوا يطاردوه. فبيلاقي الكوتش بتاعه مسموح له انه ينط بيه 3 نطات بارتفاع عالي جدا، فبيستخدم اول واحد وبيقع، والتانية بيخبط في السقف، والتالتة بيطلع لمكان عالي جدا. بس مبرمجين اللعبة بيقدروا يعملوا سلالم ويطلعوا بيها بسرعة، فبيطلعوا لفوق وبيفضلوا يضربوا عليه نار. فبيجري فورا وبينط من على المبنى وبيلاقي اوبشن ضد الصدمات، فبيضغط عليه وبيهبط بامان. بس بتيجي عربية وبتخبطه وبتموته. ولما بيرجعوا المبرمجين للعالم الحقيقي بيلاقوا انه عدد الناس اللي في اللعبة ما قلش، بس ما بيدوش اي اهتمام للموضوع ده. وبعدها بيرجع بعد كده كيس للبيت بتاعه، فبتيجي صاحبته بتقول له احنا لازم نقاضي صاحب اللعبة لانه دي فكرتنا اصلا وهو سرقها، وانت حتى دلوقتي شغال عنده وممكن نكسب القضية. فبيقولها خلاص انسى الموضوع ده، مش هنعرف نرجعها من تاني. اما جاي فبيصحى تاني يوم من النوم وبيقرر يغير ستايل حياته علشان ما يبقاش مجرد روتين تاني ويعمل اللي هو عايزه. وميلي بتدخل للعبة في مكان شديد الحراسة لانها ممكن تلاقي هناك دليل على اللعبة بتاعتهم. بس في اللحظة دي بيظهر لها جاي، بس الحراس بيشوفوه بيفضلوا يضربوا عليه نار. فبتفتح ميلي بسرعة بوابة وبتقول له يجي معاها، وبيدخلوا جواها فعلا وبتاخده للمستودع بتاعها واللي مليان موتوسيكلات واسلحة كتير جدا لانها في مستوى متقدم من اللعبة. وبتفتكر انه لعب في اللعبة ومتعرفش انه شخصية مبرمجة، وبيقولها انا ممكن اساعدك في اللي انت عايزة تعمليه. ولما بتشوف المستوى بتاعه بتلاقيه في المستوى الاول، فبتقوله لما تعدي المستوى ال100 ابقى تعالى وساعتها نتكلم، وانك تتطور بسرعة ممكن تسرق تقتل اعمل اللي انت عايزه. فبيقولها لا انا ما بقتلش انا عندي مبادئ. فبتقوله انت ممكن كمان تدافع عن الناس وتكسب فلوس واسلحة برضه. فبيقتنع بكلامها وبيقرر يعمل كده، وبتقوله ما يجيش هنا تاني غير لما يكون في المستوى ال100. فبيبدأ
وبيبدا بعد كده جاي ينقذ الناس من المجرمين اللي في المدينه اللي هم اللعيبه الحقيقيه، ولما بيموت بيرجع من تاني يعيد يومه وبيفضل يتطور اكتر ومهاراته بتعلى مع الوقت ومستوياته كمان بتزيد. وفي الحياه الحقيقيه بيتشهر جدا وكل الناس ووسائل الاعلام بيتكلموا عن الشخص اللي ما بيقتلش الناس وبيدافع عنهم وبيعمل خير في قلب اللعبه، واليوتيوبرز وكل الناس عايزين يعرفوا مين صاحب القميص الازرق ده. ولما بيرجع لصاحبه بعد كده وهو لابس النضاره بيفضل يلومه وبيقول له انت مش من اصحاب النضارات، ليه مغير شكل حياتك؟ فبيقول له انه الحياه الجديده دي حلوه جدا وانه بيعمل اللي هو عايزه وبيساعد الناس، وبيكلم كمان البنت اللي بيحبها، وبيروح بعد كده وبيسرق له نضاره من لاعب في اللعبه وبيحاول يديها له لكنه بيرفض، وبيقول له انا مرتاح في حياتي دي واني باجي البنك وبروح اكل وبنام وده اللي انا عايزه، فبيسيبه وبيمشي. اما ميلي في الحياه الحقيقيه بتتكلم بعد كده مع كيس وبتقول له انه يساعدها انها تدخل المكان اللي مشددين فيه الحراسه في قلب اللعبه علشان هناك ممكن تلاقي الدليل على اللعبه بتاعتهم، فبيروح يقعد في مكان بعيد وبيفضل يساعدها علشان تدخل المكان، وبتقدر ميلي فعلا تدخل لقلب المكان ده وبتلاقي الدليل اللي بتدور عليه، بس جرس الانذار بيرن وكل الامن بيهجموا عليها وبيكونوا هيقتلوها، لكن بيظهر جاي في لقطه سينمائيه جدا وبيفضل يضرب فيهم، وبيفضل بعد كده باصص لها وهي بتضرب في الناس بمهاره عاليه وبيكون مبهور بيها، وبياخدها بعد كده وبينطوا بالموتوسيكل وبيهربوا، بس الدليل بيقع منهم. اما صاحب اللعبه فبيكون متضايق جدا من اللي جاي بيعمله وبيقول لهم انهم يمسحوه، بس بيقولوا له ما ينفعش يتمسح، فبيقول لهم خلاص احنا هنعمل الجزء الثاني من اللعبه، وعلى الرغم انهم رافضين ده بس هو بيصر على كلامه. اما جاي فبياخد ميلي بعد كده وبيروح للمستودع بتاعه وبيوري لها كل الحاجات اللي جمعها وانه وصل لمستوى عالي جدا، فبتستغرب ازاي وصل بالسرعه دي للمستوى ده وبتساله انت هاكن؟ فبيقول لها لا انا مجرد موظف في بنك بس، وبيقول لها ما تيجي اعزمك على ايس كريم، وبتبقى بصله مذهوله كده لانه بيحب نفس النوع اللي هي بتحبه من الايس كريم، وبيفضلوا يتكلموا بعد كده مع بعض وبتقول له انه اسمها ميلي وهو بيقول لها اسمي جاي، وبترجع بعد كده للعالم الحقيقي. فبيرجع بعد كده كيس وبيقول لها انه كان عندها حق وانه صاحب الشركه بان اللعبه بتاعته على البرمجه بتاعت اللعبه بتاعتنا، لانه اللعبه بتاعتهم في الاول كان هدفها انه الذكاء الاصطناعي يطور شخصيه اللعيب اللي هو في اللعبه علشان يبقى عنده اراده حره، وده اللي حصل مع جاي، وجاي بيبقى اصلا شخصيه في لعبه مش شخص حقيقي، فبتنصدم جدا ومش مصدقه انه الفكره بتاعتهم نجحت. بس في مشكله انه الاصدار الجديد من اللعبه هينزل وجاي هيتمسح نهائي ولازم تحاول تلاقي برمجه اللعبه بتاعتنا قبل ما تتمسح. فبتروح بعد كده لجاي وبتعترف له انه مجرد شخصيه في لعبه، لكنه بيستغرب وبيقول لها انا شخص حقيقي، فبتاخده معاها للمكان اللي فيه كل الشخصيات بتوع اللعبه وبتبدا تعرض له حياته كلها والروتين اللي كان عايش فيه وانك مجرد برمجه بس، وده بيصدم جاي وما بيعرفش يعمل ايه، فبيقول لها ازاي وانا حاسس بحاجه ناحيتك، وبيتضايق وبيحس بالاحباط وبيمشي من المكان وهو حزين لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه البحر، لكنه بيحب البحر جدا بس بيتفاجئ بحاجه غريبه لما بيحط ايده بيلاقي في حاجز منعه انه يدخل البحر، وبيتاكد وقتها انه فعلا مجرد برمجه في لعبه، وبيروح بعد كده لصاحبه وبيفضل يحكي له على كل اللي يعرفه واننا مجرد شخصيات في لعبه بس، فبيقول له حتى لو احنا شخصيات في لعبه ده بالنسبه لنا العالم الحقيقي بتاعنا. فبيقرر جاي انه ينقذ العالم بتاعه قبل ما الاصدار الجديد يحصل ويساعد ميلي في اللي هي عايزاه، وبياخد صاحبه بعد كده وبيدخل للمكان اللي فيه برمجه لعبه ميلي، واول ما بيشوفه الحارس بيرحب بيه جدا لانه بيحبه ولانه دلوقتي بقى مشهور وبيسمح له ياخد اللي هو عايزه، وبياخد بعد كده الشريط اللي فيه البرمجه بتاعت اللعبه وبيروح لميلي وبيديهولها، وصاحب الشركه بيكون متضايق جدا من جاي وانه محدش حتى فكر انه يجرب الاصدار الجديد بسببه، وده سبب له خسائر كتيره جدا، وبيؤمر كيس انه يدمر جاي نهائي، فبيقولوا مستحيل ده شخصيه في لعبه، بس في واحد تاني بيقول لهم انهم هيعملوا اعاده ضبط مصنع على اللعبه من تاني، وبكده جاي هيرجع من تاني مجرد شخصيه روتينيه في قلب لعبه، وده بيضايق كيس جدا. اما ميلي فبتجرب الشريط وبتقدر تشوف المكان اللي فيه اللعبه بتاعتهم بس مش عارفه المكان ده فين بالظبط، فبيقول لها جاي انا عارف المكان ده، بس قبل ما بيقول لها فين بيتم اعاده ضبط مصنع للعبه وبيختفي جاي، وميلي بتطلع بره اللعبه، ولما بترجع اللعبه من تاني بتلاقي جاي رجع مجرد روتين في قلب اللعبه، فبتروح بعد كده وبتعمل عمليه سطو على البنك اللي فيه جاي وبتاخده من المكان، وبعدها بتحاول تنشط ذاكرته وبتحاول تحكي له على كل اللي مروا بيه مع بعض علشان مشاعره ترجع من تاني، وفعلا بتبدا ترجع وجاي بيفتكر كل حاجه، وميلي بتفرح جدا وبيفتكر المكان اللي شاف فيه المكان اللي كان فيه الفيديو وبيكون على الانعكاسات اللي على الشباك بتاعه، وبتفهم ان صاحب اللعبه قدر يغير كل حاجه بس ما قدرش يمحي الانعكاسات، واننا لازم نعدي البحر علشان تظهر اللعبه الاصليه بتاعتنا، وساعتها
هيرجع لنا حقنا. فبيقولها انه حاول يعدي البحر بس في شبكه منعته، بس كيس بيقولها انها تروح هناك وهو هيصنع لها جسر تعدي من عليه. وبيروح جاي لكل الشخصيات اللي في اللعبه وبيضمهم لصفه وبيحكي لهم كل حاجه وانهم مجرد شخصيات في لعبه واننا لازم نعدي البحر عشان نتحرر، وبينضموا له فعلا وبيسمعوا كلامه. كل اللاعبين اللي في اللعبه بيلاقوا المدينه فاضيه من كل الشخصيات الفرعيه ومش فاهمين اللي بيحصل، وكل اليوتيوبرز والاعلام بيفضلوا يتكلموا عن الموضوع ده، وده بيضايق صاحب الشركه جدا وبيأمرهم يدمروا اللعبه نهائي وانهم يدمروا كل اللاعبين كمان. واثناء ما جاي وميلي معديين في اللعبه بتبدا تدمر عليهم، واللي بيموت دلوقتي ما بيرجعش تاني. فبيحاول جاي انه يتفادى كل الحوادث دي وبيوصل للبحر باي طريقه، وفي الوقت ده بيساعدهم كيس، بس صاحب الشركه بيعرف وبيقبض عليه. وفي اللحظه دي بيعترف له انه سرق برمجه اللعبه بتاعتهم زمان وانه مبني عليها اللعبه بتاعته، وبيقول له وريني هترجعها ازاي. وفي اللحظه دي كل الشخصيات اللي في اللعبه بتتمسح نهائيا وما بيفضلش موجود غير الشخصيات الفرعيه بس. وبيرفض بعد كده صاحب الشركه كيس، لكنه بيعمل حركه ذكيه جدا بيخلي جاي بس مباشر في العالم كله. فبيروح جاي عشان يعدي الجسر لكنه بيتصدم بشخصيه تانية نسخه منه لكنها اقوى، وبيفضل يضرب فيه علشان يمنعه يعدي البحر. فبيروح جاي بسرعه وبيلبس النضاره وبيفضل يطلع درع كابتن امريكا وبيفضل يضرب فيه علشان يمنعه، لكنه برضه بيكون اقوى منه. فبياخد جاي نضاره وبيلبسها له، ولما بيشوف الاشكال بتاعه اللعبه بيفضل يجري وراها زي الاهبل. فبيتضايق صاحب الشركه جدا وبيفضل يدمر في كل سيرفرات اللعبه قبل ما يتفضح، وبيبعت كيس رساله لميلي عن اللي بيحصل. فبتجري فورا لصاحب الشركه واللي بيكون بيدمر اللعبه، واللعبه فعلا بتختفي خالص. وبيحاول جاي يعبر الجسر بس فجاه صاحبه كمان بيختفي، وبيروح جاي بعد كده وبيعدي الجسر وبيعبر البحر، وبيكون فاضل سيرفر واحد بس اللي هو بتاع اللعبه الاصليه بتاع ميلي. فبتحاول ميلي تقنعه انه ما يدمرش السيرفر ده، وبتقول له هعمل معاك ديل، هسيب لك كل حقوق الملكيه وكمان تقدر ترجع لعبتك من تاني، بس هتسيب لي لعبتي بس. وفعلا بيوافق بكلامها، بس بعد وقت بيتقبض عليه لانه اللعبه بتاعته فشلت والناس اتهموه بالاحتيال. وجاي وكل الشخصيات بيكونوا دخلوا لعبه ميلي وكيس، ولما ميلي بتدخل اللعبه من تاني بيقولها جاي انه حاسس انه بيحبها، واكيد الشخص اللي برمجه على شخصيته الحقيقيه لانه هو كمان شكله بيحبك. فبترجع فورا للفيديو بتاع كيس وبتكمله، وبتعرف انه مبرمج جاي على شخصيته الحقيقيه وانه حط فيه الحاجات اللي هي بتحبها لانه هو كمان بيحبها. فبتروح له بعد كده وهي متأثرة وبتعترف له انها بتحبه هي كمان. اما جاي فبيكمل هو وباقي الشخصيات والشخصيه اللي هي نسخه منه كمان في اللعبه الجديده، وبقى ليهم اراده حره دلوقتي. وبيكون مفتقد صاحبه لكنه بيظهر له من تاني وبيفرح، وبيعرفه انه بعد ما مات في اللعبه التانيه ظهر هنا فجاه، وكل الشخصيات دلوقتي بقوا في اللعبه الجديده. وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أجدد وأجمد ملخصات عفريت أفلام.